السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. هنطير وهنسمع ونشوف متعة والإثارة في الكرة العالمية والأوروبية والمحلية. هنشوف أهم الأخبار اللي تمت الفترة اللي فاتت. كل ده هيكون معاكم في صوت الملعب. أول خبر عندنا وهو المدرب المميز نجم النادي الأهلي حسام البدري، التلميذ النجيب للمدرب العبقري جوزيه، سجل حافل بالبطولات والإنجازات مع المنتخب، ودرب في الجزائر وتونس والعراق وأماكن كتيرة جدا، بما بقى عنده خبرة كبيرة جدا. حاليا تم التعاقد مع أهلي طرابلس، هيبدأ يدرب الفريق على طول الفترة اللي جاية. من الأخبار الهامة نجمنا المحبوب العالمي محمد صلاح نجم فريق ليفربول. محمد صلاح العقد بتاعه هينتهي مع ليفربول مع نهاية الموسم، ولم يتم التجديد ليه، وما قدروش يوصلوا لنقطة معينة ولا محددة مع اللاعب عشان يتم التجديد. وده خلى النادي الإنجليزي يفكر بعد صلاح، ماذا بعد صلاح؟ عشان كده بيفكروا يجيبوا النجم البرازيلي نجم ريال مدريد صاحب ال 24 عام، هيجيبوه ب 120 مليون يورو. لكن ريال مدريد بيفضل ان اللاعب يبقى في النادي وجزء اساسي من النادي. من الاخبار اللي غير ساره لجماهير باريس سان جيرمان، النجم الكوري الحريف جاله اصابه غير مبشره بالخير. ده كان في مباراه كوريا مع عمان في تصفيات اسيا المؤهله لكاس العالم. المبدئيه بتقول ان حاله اللاعب غير مبشره، فدي كانت صدمه كبيره جدا لجماهير باريس سان جيرمان. نجم فريق الزمالك حمزه المسلوسي، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه، الاصابه اللي جات له قطع في الرباط الصليبي، وده هيخليه في غياب عن فريق الزمالك لنهايه الموسم، مع العلم اللي هو عقده هينتهي لنهايه الموسم. وده خلى اداره الزمالك تبدا تفكر انها تاجل التجديد عقد اللاعب، لانه هو كده كده في حاله اصابه، ولسه بعد ما الاصابه وفتره التعافي كل ده هيبقى وقت ضايع، والزمالك بيشوف احتياجاته ايه في الفريق وفي المراكز. عشان كده حمزه المسلوسي هيبقى بره حسابات الزمالك الفتره الجايه. عندنا من الأخبار الهامة الحلوة لعشاق ريال مدريد إن أنشيلوتي بيعاني من فقدان 3 مراكز في الدفاع وخط الوسط والجناح الأيسر. ده خلى أنشيلوتي يتعاقد مع نجم أسبانيا اللي بيلعب في الدوري الإنجليزي هويسن. اللاعب ده يا جماعة هيجي ريال مدريد مع نهاية الموسم الفترة المقبلة. هما بيسألوا اللاعب هويسن، بيقول لك ده شرف كبير ليا طبعا اللي أنا ألعب في نادي ريال مدريد وألعب كمان في بلدي أسبانيا. كمان عندنا من الاخبار الهامه لاتلتيكو مدريد، النجم الموهوب الحريف جوليان الفارز، الاداره اصدرت قرارها وكلامها النهائي، قالت يا جماعه الراجل ده مش للبيع. ده ليه؟ ده لان ليفربول بيحاول يشوف بديل صلاح، اما رودريجو او جوليان الفارز، لان اللاعب موهوب جدا وحريف، لازم يجيب حد على مستوى صلاح او اعلى من صلاح وهكذا. النجم ده يا جماعة ليفربول عرض عليه رقم جامد جدا 75 مليون يورو، لكن إدارة أتلتيكو مدريد قالت جوليان الفارز مش للبيع، وبكده يبقى هي حسمت الموقف. كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.